تفضل. يلا نرجع اول وجديد. اخوي رضا، اسمع اسف قاطعتك، بس اسمع هالتعليق اضحكني جدا. واحد اسمه حط الله بيننا وبين الحرام كتب انا جميع مسلم شو حتى لو كان يهودي. تفضل، ما حداش يقاطع رضا الفلسطيني يا اخوان الاعزاء عشان الكلام ما يبقاش ممل بصراحه. تفضل يا رضا. اول شيء احنا محبتنا للجزائريين ليست نفاق، ولله الحمد ما نافق احد. هي محبه طبيعيه لما قدمه الجزائريين عبر التاريخ لمنظمه التحرير الفلسطينيه. في سنيال يا اخوان الاعزاء، توصل السلاح لمنظمه التحرير الفلسطينيه. في سنيال جود لايف لو سمحتوا يا اخوان الاعزاء. ليس الحسن الثاني وليس لا الكويت اول ما اعطاني استغفر الله. عشان تكون اسمع انت تسكت كل شيء تهبل بس ولا تقاطعش ولا استغفر الله. ايه شباب ولا مقاطع. انت الحقيقه بتجرحك لانك مجرح. اسكت دقيقة اللايف في سنيال يا خليهوش يقاطع. ليش ابو عابد لا يشخص الكلام معي فهمت؟ الكلام تحترم نفسك. دقيقة بقى يعمل سنيال، بقى دقيقة يا رب الإسلام. دقيقة يا أسامة، بقول لكم في سنيال يا جماعة الخير، بضرب فينا سنيال، بقى يعمل سنيال. لا إله. ايه يا عمي انا باش انا بقول هو الرجال ليش قطع؟ جاوبوني انتوا، جاوبوني يا فلسطينيه فاهمين ليش قطعني؟ سؤال ليش قطعني؟ هو اذا فيكم واحد اسمح لي، اذا فيكم واحد بده يروح دائرات المغرب يجي انا اتحمل مسؤوليته، انا اتحمل مسؤوليته خرب الاجتهاد. واحد شرموط هذيك المره كان لابس الشباح وطالع الجسم. واحد عاهر انا اتحمل مسؤوليته. تحمسوا كلامي انا كل مره ليش؟ ليش بتحاولوا تقاطعوا؟ ليش بقاطع هذا ابو الشباحات ابو المغربيه بيكون زوجي بكتب علينا؟ خلينا نتكلم يا رجل بصراحه. عمي دير خواتك وروح على المغرب، انت مالك بالشعب الفلسطيني. احنا بنعرفك يا ابو الشباح، مهبط سروالك كنت قبل اسبوع. وسيبك منه وحل عن ديننا، ولا تمثلنا ولا بنعرفك. انا الخائن لو كان ابوي يتبرى منه، ولا جاي نافقك ولا نافق الجزائريين. حذاء جزائري اشرف من امك. تعلمناش احنا مع مين نتحالف ونروح. احنا بنروح على الاماكن النظيفه لان الناس شرفاء وبنعرف المكان النظيف، ما نروحش على الوسخ. انت تروح على الوسخ مرك مع الوسخ، اتلقمت بالخرا والوسخ، مالك عندي انت تعلمنيش. انا بعرف انا كفلسطيني، انا المكان النظيف اروح عليه، ما اروحش على المكان الموسخ. انت حطيت حالك عند شعب للاسف يا ابو عابد، هذا الشعب معروف وش تاريخه. اذا حابب هذا لامك ولاختك انك تتحالف مع هذول الصبر والنساء والاطفال للخليج، روح عندهم. ما تجيش تتحدث باسم الفلسطينيين ولا باسم الغزاويين. الجزائر مكان نظيف، تونس مكان نظيف، الكويت مكان نظيف، السعوديه مكان نظيف. المكان اللي مش نظيف المكان الصهيوني وحلفائه، وروح عندهم خلك معهم دافع عنهم. ما تقوليش شعوب مش شعوب. طبعا كلياتنا مع بعض نكتب جود لايف، كلياتنا مع بعض نكتب جود لايف، لانه اللايف بتقطع يا اخوان الاعزاء. كلياتنا مع بعض جود لايف يا اخوان الاعزاء. لا قبل رضا لو سمحت اللايف بتقطع. السنيال ماكل اللايف اكل. هاي بيرجع شوي اكتبوا جود لايف. لا تكتبش لا اله الا الله ولا شيء، اكتبوا جود لايف كلكم جود لايف مع بعض يا اخوان، كلكم جود لايف، ما حداش يكتب، لو بدناش غير جود لايف بس. بس يرجع السنيال. هاي السنيال بلش يروح طبيعي هسه. اكتبوا كلكم جود لايف بس. ما حداش لا يكتب لا كلمه ولا شيء ولا رضا ولا شيء. هي الان رجع اللايف طبيعي وجميل جدا. تفضل يا اخوي رضا اكمل. اول شيء انا لما ذكرت خواري مني رحمه الله دعم الفلسطينيين، هذه ليست هذا واجب. خليه يفهم، هذا ما بيفهم الواجب الرجل. الشيء الاخر، احنا هنا انا وابو عابد واسامه مش بسبب الدفاع. الجزائريين عندهم 20 مليون جندي يدافعوا عن انفسهم، مش هون القضيه. انا كفلسطيني بحاجه للجزائري وهو بحاجه. فهموها. قولوا عني منافق، قولوا بداهن للجزائريين، واقسم بالله لم اتقاضى من اي جزائري دولار واحد والله. وحتى هاي الهدايا اللي بتجيني اروح اوزعها على اخت تونسيتي، انا بعرف قدري. باخذ في اليوم 200 دولار شبعان. اب عن جد ست ما بكيت جعان. انت يا جعان يا خليجي، كان جدي عنده 1000 راس غنم. مانيش جعان، مش محتاجك، انا مش رفعت.
والشيء الاخر، انت تعلمناش وترسم الناس سياسات. ابو مازن امبارح ممثل الشعب الفلسطيني هو الذي تكلم بلسانه مظبوط. ولسان الشعب الفلسطيني، شكر الاخوه الجزائريين لم يشكر المغاربه. هنا انا بستنبط الحديث الجميل. هذه نقطه. النقطه الاخرى علاقه منظمه التحرير. ياسر عرفات قال لنا اذا ضاقت عليكم الدنيا فعليكم بالجزائر، ما قلناش اذا ضاقت عليكم الدنيا فاذهبوا سياح الى المغرب. قال الجزائر، ليس لاننا نوافق الجزائريين، لان هذا حقيقه، نحن نتكلم الحق. ولو راينا الجزائريين مطبعين لقلنا لهم لا. نحن الذي يطبع ويتآمر على القضيه الفلسطينيه بوريطة الذي قال بالحرف الواحد يا فهيم اللي عمل حلق فلسطيني، اختلط الدم المغربي بالدم اليهودي، وليس نحن ولا انا ولا اسامه ولا الجزائر. بعدين تعال، الجزائريين صدروا لنا عام 48 250 الف مستوطن يحتلوا بلادنا اللي بنعاني منهم لليوم. جاوبني، الجزائريين عام بالستينات اللي اعطوا معلومات بهذاك الوقت للكيان الصهيوني وقصف المطارات العربيه. نحن لم نرى من الجزائريين الا كل خير. اما تيجي انت تلقي بسمومك في اللايفات وتقول عن تتكول عن اخواننا الجزائريين، ولا تقول لك بالعرف والعادي فيش فرق بين الفلسطينيين والجزائريين على الاطلاق. لا في فرق باي شيء. احنا ما بنستعلي على الجزائر ولا هم بيستعلوا علينا. يكفي ولك يا جزائري ان الجزائري لما بيطلع على الاستاد يلي ما بتفهم عن الغزاوي ما بيكونش ساعدنا الفلسطينيين بين بعض بيرفضوا. كل هذا التقدير والحب للشعب الفلسطيني تيجي انت تمسحه خسئ والله ما تقدر تمسحه. هذه علاقه عمرها من زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى اليوم، ما تجيش انت تلقيها. انت مكانك الطبيعي عند المغربيات، لانه بنعرفك انت وصديقتك المروكيين. فاذا كنت انت بدك تروح تتزوج مروكيه بدون اسنان، روح انت لوحدك، ما تجرنا احنا ما بغنى عن المروكيات. احنا بنعرف طريقه للحب، في قاضي شرعي وفي محاكم بنروح نملك نتزوج ان شاء الله كانت بالصين. هذا احنا هيك كشعب فلسطيني مش جايين نحوش على اعراض الناس. وكل الاخوات الجزائريات باللايف بيعرف الوسام وبيعرف الرضا وبيعرف ابو عامر كلهن. ولكن المغربيات بيعرف اشكالك انك ساقط. اذا بتحداك يا وسخ، اذا في يوم من الايام انا او ابو عامر او كل الفلسطينيين حرقتوا اسالوا الامر او تواصلوا معها خاص او حاولوا يبتزوها، بس انت اللي هبطت سروالك المروكيه وابتزتك وقالت لك اما بتحكي كلام مثل هذا حتى ترضيها او بفضحك، روح افضح حالك. هي راح تفضحك اليوم او بكره. احنا ملناش شعوب جايين من الشوارع من الجروبات، كل الامم بتعرفنا. احنا ناس بنطرح افكار، بنحارب افكارك السفيهه. تخيل انا مش موجود مظبوط. هاي النقطة جميلة جدا بصراحة. هذا هو الشعب الفلسطيني اللي امضينا 100 عام واحنا ندعم. مظبوط. تخيلوا هذا اسامه، اسمح لي، انه لما بنتحدث عن الجزائريين او عن الجزائريات، في بعض الفلسطينيين احنا إلنا انساب، والمراه الجزائريه لما بياخذها فلسطيني تولد فلسطيني، وحتى لو ما ولد فلسطيني مسلم. مين انت يا رخيص تيجي تقيمنا انت وتعطينا افكارك المسمومه مشان تهبط سروالك لمروكيه وتيجي تستشهد وتقول كلام فلسطين؟ اللي بيهبط سرواله لمروكيه ابو عابد بيهبط سرواله للصهاينه. بائع ارضك وعرضك وجاي هون تستشهد في كلام المغاربه علينا. المغاربه اللي هم الان بيرفعوا اعلام اسرائيل باللايفات. ما تروح عندهم، ما تروح عند اسعد الشرعي ولا كل المغاربه بيقولوا تحيا اسرائيل يا وسخ. ما فيش جزائري صدقته والله المكيست من قالها، اقسم بالله لن اعترف. انا المكيست في واحد اسمه الشيخ كوكو والله انه اجره اطهر منك. على القليل انسان واضح ما عندوش نفاق، يقول لك انا اكره الفلسطينيين، هو مكيست فهمني وما فرحات بهالشيء. انت ما عندكش مبدا. انت تيجي سوريا هسه تشطح لك تصير سوري، بعد شوي تيجي مروكي تصير مروكي. ما عندكش مبدا، ما عندكش العلاقه. وانا مش جاي انافق الجزائريين. قال يدافع عن الجزائر. شو دافع عن الجزائر يا مخبول انت؟ دول عندها 20 مليون جندي بتجند 20 مليون، ميزانيه الدخل القومي تاعها 220 مليار دولار. بده يجي ابو عابد واسامه يدافعوا عنها. يا كل حب والاحترام لك، كل حب والاحترام لك يا رضا اخوي. لا دقيقة شادي لو سمحت اخوي سيف، تفضل يا اخي العزيز. شكرا لاخونا رضا، ما شاء الله مداخلته كانت جميلة. لو سمحت يا شادي تفضل يا سيف، مداخلة عندك. تفضل يا اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شادي تفضل يا سيف. السلام عليكم. تفضل يا اخي العزيز. وعليكم السلام ورحمه الله. والله يا ابو عابد انا بستغرب كيف واحد فلسطيني عندك يطلع ويحكي هذا الكلام. يعني هذا فلسطيني يعني للاسف الشديد
يدل انه لسه في عندنا حثاله في فلسطين. لما يطلع يحكي عن المرأة الجزائرية وبيحكي أنا شفته في مش أول مرة، أكثر من مرة، وما صح لي أطلع معه في لايف. لأقول له يا كلب يا حسالة، المرأة الجزائرية جابت مجاهدين وجابت شهداء وثوار، ما جابت زبالة يدوروا في كباريهات أوروبا وكباريهات الخليج يا كلب اللي أنت قاعد عم تدور وراهم. احنا ما نفورد نعرفك الجزائر شو قدمت لفلسطين، لانه الفلسطيني اللي ما بيعرف الجزائر شو اعطت لفلسطين فهذا فلسطيني حمار وجاهل، ومش رح نعلمه، رح يخليه على جهله. جاي تطلع في اللايفات وتحكي عن المرأة الجزائرية، ما بتستحي على عرضك. يعني احنا فلسطينيين بنطلع وننتقد المغرب، ننتقد في السياسه وننتقد في ممارسات النظام المغربي. انت بتعرفني، انا بطلع عندك ابو عابد ولا مره حكيت لا في اعراض المغربيات، ولا مره سبيت، ولا بحكي بس في السياسه، ما بجبنا سيرتهم. بس بيطلع واحد فلسطيني بيجي يتكلم على نساء الجزائر، تقول له سكر تمك. وانا مره ثانيه يا شو اسمه هو شعيب، اذا بدي اشوفك في لايف ثاني عم تحكي عن المراه الجزائريه بدي اطلع واخرع على شرفك يا كلب، لانه المراه الجزائريه اشرف منك يا كلب. بدون ذكر ما نحكي عن الجزائر وشو اعطتنا الجزائر وشو قدمنا وكيف بيعاملونا الجزائريين وكيف الفلسطيني مقدس في الجزائر. يعني بدنا نحكي، لازمنا صفحات وصفحات نحكي عن تاريخ الجزائر مع فلسطين. يعني على الاقل الجزائر ما ساهمت في احتلال فلسطين، ما ساهمت في تشريدك انت اليوم عم تدور من هون ومن هون، ما ساهمت في المشاكل كلها اللي عندك في غزه، في القصف وفي الدمار اللي عندك في غزه. كلام جميل. وبالاخر انت تيجي تطلع تحكي عن المراه الجزائريه. لو فيك ذره شرف ما حكيت عن المراه الجزائريه. انتقد الجزائر ما مشكله، انتقدها، انتقد الجزائر، انتقد سياسه الجزائر، انتقد شعارات الجزائر، انتقد يلي بدك اياه، بس تحكي عن المراه الجزائريه. من وين انت شفت في حياتك شغله كلام اسمها جميل. شرف شكرا لك يا وكرامه؟ اخي سيف، ما شاء الله اخذوا عليك. هدول كل الاشياء كل وما لهم حب خلاص. والاحترام لك يا اخي سيف. بس هذا اللي بدي احكيه يا احنا بس فينا اهداف، لنا اهداف، لنا اهداف معينه لو سمحت. كل حب والاحترام لك يا سيف. احنا فينا اهداف، لنا اهداف معينه لو سمحت. كل حب واحترام لك يا سيف. انا شفت ناس تنتقد يا اخي، انت حر انتقد، والله ما حدا ماسكك انتقد. انا بنتقد المغرب وبنتقد، انت انتقد كمان الجزائر، مو مشكله يعني في السياسه انتقد، بس مبدا. بس تطلع تحكي عن النساء وتحكي يا اخي تذكر بس انه المراه الجزائريه هي كم مجاهد كلام جابت، جميل. وكم شهيد شكرا لك يا اخي جابت، سيف، شكرا لمداخلتك وكم الجميله، ما شاء جوهري الله جابت. كفيت ووفيت. شاهد ابو خليل تفضل يا اخي العزيز. شكرا لك يا اخي سيف، شكرا لمداخلتك الجميله، ما شاء الله كفيت ووفيت. وعليكم شاهد السلام ابو ورحمه خليل الله. تفضل يا اخي العزيز. السلام عليكم.